السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ فيديو اليوم غنهضر فيه على تجربتي ملي كنت خدام في شركه سونترال دانون، وغادي نتطرق لجميع التساؤلات اللي عندها علاقه بهذه الخدمه. فقبل ما نبداو ما تنساوناش من الدعم ديالكم بواحد الاشتراك وشي كومونتير اللي يكون زوين. لكن قبل ما ندخلوا في الموضوع كنصحك تشوف هاد جوج فيديوهات حيت ينفعوك بزاف. كنلقى اغلبيه ديال الناس اللي باغيه تخدم في شركه سونترال شنو كدير؟ تحط السي في الشركه ولكن ما كيعيط لهم حتى حد. وتا انا كنت ندير نفس الخطا. الطريقه الصحيحه باش يعيطوا لك هي خاصك تحط السي في ديالك في شركه تيك تراب. شنو كنعنيو بتيك تراب؟ هي واحد الوسيط بين الشركات، كدير واحد الدور انها كتقلب على الناس اللي باغيه تخدم وكتخدمهم في الشركات، بحال القضيه ديال الانابيك. بحال هنا خاصك تقلب على هاد الشركه اللي تكون في مدينتك وتحط عندهم السي في، ومن الاحسن تهضر مع شي مسؤول تماك وتبين ليه انك باغي تخدم. وهنا كتسنى يعيطوا لك. ملي كيعيطوا لك الشركه كيديروا معاك انك تجي لشركه سونترال باش دوز مقابله وفورماسيون. مقابله تتكون عباره على تقديم راسك، كيشرحوا لك القوانين اللي غادي بها الشركه، شنو اللي خاصك دير وشنو اللي خاصك ما ديرش، وكيكون شرح فيه فيديو كتفرج فيه وكتجاوب على شي اسئله بساط في البيسي. من بعد كيطلبوا منك تجمع شي وراق وتجيبهم من شركه سونترال حتى لشركه تيك تراب. من بعد شركه تيك تراب كتعطيك كونطرا انك توقعها وتجاليسيها. من بعد شركه سونترال كتحدد معاك وقتاش غادي تبدا. منين كتجي النهار اللي غادي تبدا فيه الخدمه ديالك، اول حاجه واللي مهمه كدوز عند الطبيب ديال الشركه كيشوف حالتك الصحيه، ومن بعد كيصيفطوك البلاصه اللي فيها خصاص ومحتاجين الناس. بالنسبه للشركه فيها بزاف ديال البوستات، كاين انتاج الحليب، الياغورت، بودراج، السوفلاج، ولكن الاغلبيه اللي جداد كيحطوهم في داناب ولا سير بارك ولا دانيت وغيرها من الاماكن. قبل ما نكملوا الفيديو ما كرهش اخويا ولا اختي تدعمني بواحد المتابعه. الحساب ديالنا على الانستغرام اللي هو هذا، والفيسبوك باش تبقى توصل بالجديد انت الاول. بالنسبه لعدد الساعات العمل فهي 8 ساعات في اليوم، وكتخلص للساعه ب 15 درهم فاصله 55. بالنسبه لعدد الايام الراحه في الاسبوع كتكون يوم او يومين. اما بالنسبه لمده العمل فهي 6 شهور، لكن للاسف غير قابله للتجديد. المهم نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو، نتمنى نكون فدتكم، بالتوفيق للجميع.